السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس Statistics بالعربي. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن تعريف الإحصاء، وقلنا إن الإحصاء هي the science of collecting, organizing, analyzing and interpreting data. وكل ده ليه؟ in order to understand reality and make better decisions. فلو ركزنا في التعريف بتاعنا هنلاقي إن إحنا عندنا 4 مراحل رئيسية، وهي collecting, organizing, analyzing، وفي الآخر interpreting data أو تفسير البيانات. بس النهاردة أنا عايزك تركز معايا في أول مرحلة، المرحلة الأولى معايا، وهي الداتا collection. ده اللي يهمني انك تركز عليه النهارده، لان الثلاث مراحل الباقيين مبنيين على الداتا كوليكشن. لان لو البيانات بتاعتي اتجمعت بشكل غلط فالتحليل نفسه هيكون غلط، وكمان التفسير هيكون غلط. حتى القرار اللي انا هاخده هيكون مبني على بيانات مش حقيقيه او بيانات مش كامله او بيانات ناقصه. في مقوله بتقول garbage in garbage out، يعني لو انا الحاجات اللي انا هبدا بيها او المدخلات للنظام بتاعي او للسيستم كل ده كان جاربج او حاجات مش صح او حاجات ملهاش لازمه، فالنتيجه هتكون برضو جاربج. تعالوا مع بعض دلوقتي نكمل القصه اللي كنا بنتكلم عنها في الحلقه اللي فاتت ونبدا نفهم الموضوع بصوره اكبر. في الحلقه اللي فاتت قلنا ان احنا عندنا اونلاين ستور او عندنا متجر بنبيع عليه حاجات اونلاين. قلنا ان احنا بنبيع على المتجر ده ملابس، تيشيرتات وهوديز وقمصان وحاجات من دي. يعني الحمد لله المتجر بتاعنا ده شغال، يعني في ناس كتير بتشتري وفي ناس كتير بتتعامل معانا، فكل يوم عندنا مئات الزوار على الموقع بتاعنا ده، وعندنا كل يوم عشرات الطلبات، وناس بتبعت لنا رسائل، ناس بتعمل لنا ريفيوز على السوشيال ميديا بلاتفورمز. في ناس المنتجات مش بتعجبها او ممكن تحس ان فيها مشاكل فممكن تعمل ريفند، يعني تطلب انها تاخد فلوسها. ناس تانية ممكن المنتج اللي طلبه اونلاين طلع مش مقاسه، كان طالب حاجه ميديوم وهو كان عايز لارج او العكس، فبيعمل ريتيرن للبرودكت ده او بيعمل تغيير للمنتج. في ناس بتشتري مره وترجع تشتري مننا تاني، معناها ان هم حابين المنتج بتاعنا وبيحبوا يتعاملوا معانا. في ناس تانية بتدخل وبتخرج من غير ما تشتري، سواء بقى شايفه ان السعر بتاعنا غالي او شايفه ان احنا المنتجات بتاعتنا مش حلوه. المهم ان احنا عندنا كميه هائله من البيانات، احنا عندنا داتا كبيره جدا. الراجل صاحب الستور ده اللي هو الاونر، الراجل ده قرر ان هو يستغل الداتا اللي موجوده عنده. فالراجل الاونر ده كان مع واحد صاحبه ده شويه بيفهم في الحاجات الجديده بقى بتاعت الناس الجديده دي، فقال لصاحبه انا عايز استغل الداتا او البيانات اللي موجوده عندي، اعمل ايه؟ المهم صاحبه ده رشح له، قال له انت لازم تجيب داتا اناليست او لازم تجيب محلل بيانات، والراجل ده انت لو اديت له البيانات دي هو هيعرف يعمل لك اللي انت عايزه. انت بس اديله بيانات واساله سؤال وهو هيجاوبك. فدلوقتي عمنا الداتا اناليست قعد مع الاونر، قعدوا يتكلموا مع بعض، يفهموا البيزنس، يفهموا الدنيا. الاونر او المالك للمحل محتاج اجابه على سؤال واحد بس. السؤال ده هو هل العملاء راضيين عن تجربه التعامل معانا ولا لا؟ يعني الاونر عايز يقيس حاجه اسمها الكاستمر ساتسفاكشن. يعني ايه كاستمر ساتسفاكشن؟ يعني عايز يقيس مدى رضاء العميل عن البرودكتس بتاعتنا او المنتجات بتاعتنا او عن تجربه الشراء عموما. السؤال ده شكله ممكن يكون بسيط بالنسبه لك، لكن لو فكرت فيه شويه هتلاقي ان سؤال كبير جدا وسؤال عميق جدا. ليه بقى؟ لان اول حاجه انا لازم احددها هي انا بتكلم عن مين اصلا. يعني هل انا عايز اقيس الكاستمر ساتسفاكشن او نسبه ارضاء العملاء اللي اشتروا الاسبوع ده بس، ولا اللي اشتروا الشهر اللي فات، ولا عايز اقيس نسبه ارضاء العملاء من اول ما المتجر بتاعي فتح، ولا عايز اقيس كل الناس اللي زارت الموقع بتاعي حتى لو ما اشتروش؟ وهنا يبدا يظهر معانا مفهوم جديد جدا اسمه البوبيوليشن. معنى كلمه بوبيوليشن بالعربي كده هي المجموعه اللي انا عايز ادرسها واعرف عنها شويه معلومات. فلو انا كان سؤالي هل العملاء اللي اشتروا من المتجر بتاعي خلال اخر 3 شهور راضيين عن الخدمه بتاعتي او راضيين عن التعامل معايا ولا لا، معنى كده ان البوبيوليشن هو كل العملاء اللي اشتروا من المتجر بتاعي خلال اخر 3 شهور. كلمه population معناها بالعربي كده المجتمع. يبقى نقول من الاول معنى كلمه population هي المجموعه اللي انا عايز ادرسها واعرف عنها معلومات. المهم دلوقتي ان الراجل اونر او الراجل صاحب المحل يعني او صاحب الاونلاين ستور هو كان مهتم ان يشوف الكاستمرز او يقيس نسبه ارضاء الكاستمرز اللي هم اخر 3 شهور. دول العملاء اللي هو كان مهتم يدرس نسبه رضاهم عن الخدمه او عن المنتج او عن تجربه الشراء. يبقى احنا هنا عندنا في الحاله بتاعتنا لو انا قلت لك من البوبيوليشن او من المجتمع، هتقول لي ان المجتمع كل العملاء اللي اشتروا مننا خلال اخر 3 شهور. يعني نفترض لو كان عدد الناس اللي اشتروا مننا خلال اخر 3 شهور هم 25000، فمعنى كده ان البوبيوليشن هو 25000 كاستمر او 25000 عميل. بس السؤال هنا هل ينفع اجمع بيانات عن كل البوبيوليشن او عن كل المجتمع؟ شوف، هو نظريا ينفع، انا ممكن اعمل كده، بس عمليا الموضوع صعب جدا. يعني انا دلوقتي مثلا لو عايز اعمل دراسه عن طلاب جامعه معينه، فالبوبيوليشن بتاعي او المجتمع بتاعي اللي انا مهتم بدراسته دلوقتي هو جميع طلاب الجامعه، فمش منطقي ان اعرف اجمع معلومات او بيانات عن كل الطلاب اللي في الجامعه. حاجه زي كده هتاخد مني وقت كبير جدا وهتاخد فلوس، لان في ناس شغاله اصلا عشان تعمل داتا كولكشن او تعمل تجميع للبيانات. فالموضوع ده في الحقيقه غير قابل للتطبيق. انا ما اقدرش اجمع بيانات عن كل المجتمع اللي انا مهتم بدراسته. في حالتنا هنا اللي احنا بنتكلم عنها احنا قلنا ان احنا مهتمين
بدراسة الناس اللي اشترت آخر 3 شهور من الأونلاين ستور، وزي ما قلنا عدد الناس دي 25,000. أنا دلوقتي عايز أقيس حاجة اسمها الكاستمر ساتسفاكشن، أو عايز أشوف قد إيه العملاء بتوعي راضيين عن التجربة معايا أو تجربة التعامل معايا. ازاي اصلا دلوقتي انا هجمع بيانات عن رضا العميل؟ يعني انا الماستر بتاعي هجيبه منين؟ فين البيانات دي اصلا؟ بيانات زي كده مش موجوده، احنا مش مسجلين عندنا بيانات في الداتابيز ليها علاقه برضا العميل. يعني انا دلوقتي محتاج ان انا اجمع البيانات. طيب هجمع البيانات ازاي؟ في عندنا طريقه مباشره، لان احنا مسجلين عندنا في الداتابيز رقم موبايل كل عميل ومسجلين الايميل بتاعه. فاحنا في عندنا طريقه ان احنا ممكن نتصل بالكاستمر ده ونتصل بالعميل ده ونقول له مثلا ممكن تقيمنا من 1 ل5. 1 يعني انت مش راضي عن تجربه التعامل معانا، و5 معناها انك راضي جدا او مبسوط جدا من التجربه معانا. ممكن نبعت لهم ايميل، ممكن نبعت لهم اس ام اس او رسائل على الموبايل، ممكن نبعت لهم على السوشيال ميديا بلاتفورمز، لان في ناس اشترت مننا من فيسبوك ومن انستجرام ومن تيك توك، فالناس دي احنا اوريدي اتواصلنا معاهم وعارفين الاكونتس بتاعتهم، فاحنا نقدر نوصل لهم تاني ونكلمهم ونسالهم. فدي كده كانت طريقه مباشره ان انا بكلم العميل بشكل مباشر. عندي طريقه تانية غير مباشره، وهي اني مش بسال العميل بشكل مباشر، لا انا بدل ما اعمل كده انا ممكن اراقب سلوك العميل. يعني ممكن اشوف هل الكاستمر ده رجع اشترى مني تاني ولا لا. ما هو معنى انه اشترى مني تاني ان هو بيحبني او ان هو راضي عن التعامل معايا. طيب هل الكاستمر ده طلب ريفند، يعني طلب ان هو ياخد فلوسه بعد ما كان مشتري منتج معين او حاجه معينه؟ ما هو معنى ان عمل كده ان هو مش طايقني او مش طايق البرودكتس بتاعتي، شايف ان فيها مشاكل مش عاجباه. لانها لو كانت عاجباه بس المقاس صغير او المقاس فيه مشكله كان ممكن يعمل ريتيرن، ممكن يطلب ان هو يغير المقاس. انما هو لا، هو طلب ان هو ياخد فلوسه. طب هل في عملاء عاملين ريفيوز ايجابيه او سلبيه على جوجل مابس او كاتبين كومنتس بقى على السوشيال ميديا بلاتفورمز، سواء بيمدحوا فيا او سواء بيذموا في المنتج بتاعي؟ فكل دي طرق غير مباشره ممكن اعرف منها اذا كان العميل راضي عن التجربه معايا ولا لا. يبقى كده رضا العميل مش بيظهر بس في السيرفي او في استطلاع الرأي اللي انا بعمله، او ان انا اتصل واقول له قيمني من 1 ل5، او ابعت له ايميل او رسالة. لا، احنا عندنا كمان طرق غير مباشرة ممكن ان احنا ممكن الطرق دي تظهر في سلوكه، تظهر في القرارات اللي هو بياخدها، تظهر في الشكاوي اللي بيعملها، تظهر في تكرار شرائه بيشتري مننا تاني ولا لا. احيانا العميل مش بيقول انا راضي او مش بيقول لي انا غير راضي، بس تصرفاته او سلوكه ممكن يبين لي اذا كان راضي او كان مش راضي عني. طيب بما ان في كل الطرق دي ان احنا نجمع بيانات، ده في طرق مباشره وطرق غير مباشره وحركات كتير. ليه بقى ما نجمعش كل البيانات اللي احنا محتاجينها وخلاص؟ ليه ما جمعش بيانات عن كل المجتمع؟ ليه ما جمعش بيانات عن ال 25,000 واحد اللي انا عايزهم؟ خلي بالك على فكره ان رقم 25,000 ده رقم كبير جدا. يعني لو كان عدد العملاء 10 50 يا عم 100 1000 ممكن ان احنا نجمع بيانات عن الرقم ده، انما 25,000 ده فعلا رقم كبير. وكمان بقى عايز اقول لك ان ناس كتير جدا من اللي احنا هنتصل بيهم ونبعت لهم رسائل ونبعت لهم ايميلات، كتير جدا منهم مش هيرد اصلا. واكيد موقف زي ده انت ممكن تكون اتعرضت له، ان حد اتصل بيك يا فندم عايزين نعرف مدى رضاك عنا وقيمنا من 1 ل5. انا متاكد ان انت بتردش عليهم. انا واحد من الناس زمان ما كنتش برد بصراحه، بس بعد كده لما عرفت قد ايه هم بيستفيدوا من الداتا دي فمش ببخل عليهم بصراحه، بقيمهم وبقيم على فكره تقييم عادل جدا. يعني في اغلب الاوقات ممكن اقول 2 3 5 دي مش بديها لاي حد يعني. وكمان فكره ان احنا نجمع بيانات عن كل المجتمع، الموضوع ده فيه تكلفه كبيره جدا، لان في فريق كامل موجود، في ناس شغاله بتاخد مرتب وفي وقت وفي فلوس وفي ادوات وفي متابعه وفي حوارات. يعني في ناس قاعده موجوده في الشركه هدفها انها تعمل داتا كولكشن، فبرضه ان انا اجمع بيانات عن كل المجتمع حاجه زي كده مكلفه جدا. وكمان زي ما قلت لك احنا عندنا بعض البيانات مش متاحه. يعني انا ممكن يكون موجود عندي العميل اللي اشترى اسمه ايه، رقم موبايله، طب مين رجع المنتجات، طب مين اللي اشتكى، ممكن يكون عندي بيانات زي كده. انما مش هلاقي عندي بيانات بدقه توصف لي او تقول لي هل كان العميل ده منبهر او مبسوط جدا بالمنتج بتاعي، طب هل كان العميل ده محبط ومش طايقني ومش طايق التعامل معايا، طب هل كان العميل ده ممكن ان هو يوصي اصحابه او يوصي اهله يقول لهم المتجر ده او المكان ده انا بنصحكم ان انتوا تشتروا منه، ويعمل لنا زي ريكومنديشنز او يعمل لنا توصيات. دي من الحاجات اللي احنا بنسميها الكاستمر لويالتي، ان العميل ده عنده ولاء كبير جدا للمنتج بتاعنا وللتجربه بتاعتنا. فخلينا متفقين انه مش هينفع ان احنا نجمع بيانات عن كل المجتمع بتاعنا، وان فعلا الموضوع غير قابل للتطبيق وصعب جدا. طب دلوقتي ايه الحل؟ هنعمل ايه؟ احنا مش عارفين نجمع بيانات عن 25,000 عميل، هنتصرف ازاي؟ ايه رايك نعمل فكره صايعه شويه؟ ايه رايك بدل ما ندرس ال 25,000 عميل ونجمع عنهم بيانات والكلام ده كله، ايه رايك ان احنا ناخد حاجه اسمها من البوبيوليشن، هناخد منه حاجه اسمها سامبل، او اسمها بالعربي كده عينه. يعني بدل ما ادرس ال 25,000 واحاول اجمع عنهم بيانات، انا ممكن بس اجمع بيانات عن 300 واحد، عن 400 واحد، عن 1000، عن 5000. هيكون ارحم بكتير جدا من ان انا اجمع بيانات عن ال 25,000. هتقولي صح، دي فكره حلوه جدا بصراحه، بس السؤال هنا هل دلوقتي ال 300 واحد ولا ال 400 ولا ال 1000 ولا ال 5000
اللي انا جمعت بيانات عنهم وقررت ان انا ادرسهم واشوف اذا كان الناس دي راضيه عني ولا لا، او راضيه عن تجربه التعامل معايا ولا لا، هل دراستي للسامبل دي او للعينه دي اقدر اعمم الدراسه دي على كل المجتمع او كل البوبيوليشن؟ وهنا بقى فعلا يبتدي الاحصاء. احنا كده بدانا نتكلم عن الاحصاء بجد. احنا قلنا ان المجتمع ده فيه 25000 واحد. عايزك كده تتخيل ان المجتمع ده جواه عندنا 25000 واحد. انا دلوقتي غير قادر على اني اجمع بيانات ال 25000 دول، فقررت ان انا هاخد حاجه اسمها سامبل او عينه، وليكن مثلا السامبل او العينه اللي انا خدتها هم بس عباره عن 400 واحد. سؤالي بقى هنا، هل دلوقتي انا لو درست ال 400 واحد دول وشفت مثلا ان الناس دي ال 400 واحد دول صادف ان خلينا نقول نسبه كبيره جدا منهم راضيين عن تجربه التعامل معايا، هل معنى كده ان انا اقدر اقول ان كل المجتمع ال 25000 واحد، هل معنى كده ان الناس دي راضيه عن تجربه الشراء معايا او راضيه عني او بتحبني؟ ما هو مش معنى ان انا خدت سامبل او خدت عينه ان الدنيا سالكه، لا ده في حوارات كتيره بقى تحصل هنا. ممكن يكون العينه اللي انا خدتها ممكن تكون مضلله تماما. يعني ايه؟ يعني ممكن اكون بالصدفه ال 400 واحد اللي انا خدتهم دول خدت بس الناس اللي شاريه منتجات بسعر غالي جدا، او الناس اللي بتتعامل معايا كتير، او خدت ناس معينه. فمعنى كده ان انا منحاز في اختياري للعينه، انا اخترت عينه بشكل منحاز، يعني بشكل فيه تحيز، انا متحيز في اختيار العينه فاخترت بعض الناس معينه. فمعنى كده ان العينه اللي انا خدتها دي انا لو درستها وعملت عليها بقى شويه احصاءات وشويه حاجات، معنى كده ان الارقام اللي هتطلع لي دي كلها هتكون مضلله، لان انا تحيزت في اختيار العينه، ومعنى كده ان العينه دي لا تمثل المجتمع او لا تمثل البوبيوليشن. يعني مثلا دلوقتي لو انا ال 400 اللي انا اخدتهم في العينه دول كانوا عباره بس عن الناس اللي اشترت مني من على الانستا، من على الانستجرام، هل الناس دي تمثل ال 25000 عميل؟ الاجابه طبعا لا، لان ممكن يكون الجمهور اللي موجود على انستجرام ممكن يكون سنه صغير، ممكن يكونوا حريم او بنات اكتر من هم رجاله، ممكن يكونوا بيحبوا منتجات معينه، فسلوك العملاء اللي موجودين على انستجرام مختلف تماما عن العملاء اللي بتجيلي من على جوجل بشكل مباشر، او اللي بتجيلي من فيسبوك، او اللي بتجيلي من تيك توك. فمعنى كده ان لو انا اخدت العملاء دول بس من منصه واحده او من مكان واحد، او منحاز لفريق معين او حاجه معينه، معنى كده ان السامبل او العينه لا تمثل المجتمع. احنا يا جماعه هدفنا في الاحصاء علشان تكونوا فاهمين الاحصاء، احنا غير قادرين على اننا نجمع بيانات عن كل المجتمع. فبنعمل ايه؟ كل اللي بنعمله ان احنا بناخد عينه من المجتمع، بناخد سامبل من المجتمع. بس خلي بالك السامبل ده ليه طرق اختيار وليه حاجات معينه وفي حوارات هنتكلم عنها دلوقتي. اهم حاجه ان السامبل ده يكون فيه كل الانواع على قد ما نقدر. يعني نحاول نخلي الموضوع راندوم، نحاول نخلي الموضوع عشوائي، ما اختارش بتحيز، لا انا هاخد مثلا 400 واحد وخلاص، ما يشغلنيش بقى الناس بتاع الانستا، الناس بتاعت التيك توك، الناس مش عارف ايه، لا انا هدخل من 25000 راندوم كده بشكل عشوائي، هاخد 400 واحد وادرس ال 400 واحد. ده معنى الاحصاء. يبقى دلوقتي احنا وصلنا لحاجه مهمه جدا، ان العينه لازم تمثل المجتمع. يعني العينه او السامبل هي مش مجرد مجموعه صغيره من الناس وخلاص، العينه المفيده او العينه الصح هي اللي تشبه المجتمع الاكبر بشكل كبير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا دلوقتي لو احنا عندنا البوبيوليشن، خلينا كده نقول لو احنا كان عندنا المجتمع كله او البوبيوليشن او المجتمع ده فيه رجاله وفيه ستات، في ناس في المجتمع ده عباره عن شباب، ناس كده عمرها مثلا ما بين ال20 وال40 سنه، في ناس فيهم مراهقين، في ناس فيهم مثلا موجودين في مدن معينه، فاحنا عندنا تنوع كبير في الناس. المفروض دلوقتي انا لما اجي اخد سامبل او لما اجي اخد عينه من الناس، المفروض ان العينه دي يكون فيها شباب وفيها بنات وفيها مراهقين وفيها ناس من مدن مختلفه وفيها كل الناس او فيها كل الانواع من الناس اللي كانت ممكن تكون موجوده في البوبيوليشن، علشان لما اجي ادرس العينه النتيجه تكون قريبه جدا على قد ما نقدر لو كنا هنكون درسنا المجتمع كله. وهنا يظهر معانا مفهوم جديد اسمه الراندوم سامبلنج. كلمه راندوم سامبلنج معناها ان انا لما اجي اخد عينه من المجتمع المفروض اختار الناس بطريقه عشوائيه عادله. ده معنى راندوم سامبلنج. نقول تاني معنى راندوم سامبلنج، يعني لما اجي اختار الناس، انا دلوقتي ليه باخد عينه اصلا من المجتمع او ليه باخد سامبل من البوبيوليشن؟ باخد سامبل لان انا غير قادر على دراسه المجتمع كله، فقررت ان انا اخد عينه علشان ادرس العينه دي واحاول اطبق نتائج دراستي للعينه على المجتمع كله. فمعنى الراندوم سامبلنج معناها ان انا اختار الناس بطريقه عشوائيه عادله، بحيث كل فرد موجود عندي في المجتمع، كل واحد من ال 25000 الموجودين يكون ليه فرصه حقيقيه في الدخول للعينه. يعني عايزك كده تفترض معايا ان انا دلوقتي انا احمد، انا واحد من ال 25000 اللي موجودين جوه المجتمع.
واحنا ال 25000 دلوقتي موجودين جوه استاد او جوه ملعب كوره، وقرروا ان هم هيختاروا من ال 25000 دول بس 400 واحد. ففكره ان الناس اللي بتختار تيجي بس تاخد من الناس الصفوف اللي موجودين قدام في الاستاد، او تاخد من الصفوف اللي موجودين ورا، او تاخد اللي موجود عند العارضه اليمين او العارضه الشمال، كده معناها ان في تحيز، ومعناها ان اللي بيعملوه ده غلط وان اللي بيعملوه ده غش. طريقه احسن ممكن يعملوها ان كل واحد من ال 25000 دول يكون ليه نمبر او يكون ليه رقم، وياخدوا ال 25000 ورقه اللي هم جمعوها، يحطوها في صندوق كبير جدا، يقلبوا كل الورق ده كله في بعضه، وبعدين يطلعوا ال 400 ورقه ويقولوا هي دي العينه. كده الطريقه دي عادله. ليه عادله؟ لان كل واحد من ال 25000 كان قاعد شاكك، ممكن يقول لنفسه ايه ده، انا ممكن يختاروني على فكره، انا ممكن اكون موجود في العينه. انما لو كانوا هياخدوا الناس اللي في الصف الاول، انا لو كنت واحد قاعد ورا اكيد مستحيل كانوا ياخدوني. فده معنى الراندوم سامبلنج. المفروض السامبل اللي انا هاخدها كل واحد موجود في المجتمع يكون ليه نفس الفرصه، او يكون ليه فرصه حقيقيه ان هو يكون موجود في العينه. بس خلي بالك الراندوم سامبلنج ما يعنيش الكمال. يعني حتى لو العينه اخترتها بشكل عادل وبدون تحيز وبشكل محترم، ده لا يعني تماما ان هتديني نفس النتيجه كل مره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو كنت خدت عينه مثلا، خلينا نقول اول عينه فيها 400 واحد، عينه كمان S2 برضه فيها 400 واحد، عينه ثالثه اللي هي الاس 3 برضه نفس الكلام فيها 400 واحد، يبقى انا كده خدت 3 عينات مختلفه واخدتهم بطريقه عادله وبشكل عادل وبدون اي تحيز. العينه الاولى لما قست نسبه الرضا فيها اول 400 واحد تقريبا كانت خلينا نقول 88%. في العينه الثانيه لما قست نسبه الرضا طلعت تقريبا 85%. في العينه الثالثه والاخيره لما قست نسبه الرضا طلعت 90%. فدلوقتي انا من نفس البوبيوليشن او من نفس المجتمع اخدت 3 عينات واخدتهم بشكل عادل، 3 عينات مختلفه بدون اي تحيز في الموضوع، وكلهم من نفس المجتمع. باكد على الموضوع ده، بس زي ما انت شايف النتيجه مختلفه. اول عينه 88% نسبه الرضا، ثاني عينه 85، ثالث عينه 90، لان كل مره الناس اللي بيدخلوا معايا في السامبل او في العينه بيختلفوا شويه، فطبيعي جدا ان الرقم ده يتحرك، يعني ممكن يزيد ممكن يقل. واللي بيحصل هنا ده يعني انت شايف كده اول عينه ادتني 88%، العينه الثانيه ادتني 85%، العينه الثالثه ادتني 90%. الاختلاف اللي حصل ده احنا بنسميه بحاجه اسمها الراندوم فاريشن، او بنسميه الانسرتينتي. يعني ايه انسرتينتي؟ انسرتينتي معناها ان انا مملكش الحقيقه بنسبه 100%، لان انا ما درستش المجتمع كله، انا ما درستش كل البوبيوليشن، انا مجرد درست سامبل، فانا مش متاكد ان السامبل اللي انا اخدتها هتديني نسبه تمثل البوبيوليشن. وبالتالي النتيجه اللي انا حصلت عليها لما انا درست سامبل 1 او سامبل 2 او سامبل 3، النتيجه دي فيها قدر من اليقين، انما انا مش متاكد بنسبه 100%. ده اللي احنا بنسميه الانسرتينتي او عدم اليقين او عدم التاكد او راندوم فاريشن. يعني مش معنى ان 88% او 90% من العينه راضيين عن تجربه التعامل معايا ان بالظبط 90% من كل العملاء من 25000 من البوبيوليشن كله راضيين عني. لا طبعا، الرقم اللي طلع لي ده اللي هو 88% او 85 او 90 ربما ممكن يكون قريب من الرقم اللي كان موجود في الحقيقه، ممكن يكون قريب من الرقم اللي انا كنت هحصل عليه لو كنت درست كل البوبيوليشن. وهو ده معنى الانسرتينتي، يعني عدم التاكد او عدم اليقين. فدلوقتي علشان ما تتلخبطش عايزك تفهم الفرق ما بين الراندوم سامبلنج والراندوم فاريشن. الراندوم سامبلنج معناها ان انا لما باجي اخد سامبل، المفروض السامبل دي تكون عشوائيه، العينه اللي انا هاخدها تكون عشوائيه. فلما اجي اسحب سامبل او عينه من البوبيوليشن، العينه دي تكون راندوم. ده مفهوم الراندوم سامبلنج. انما مفهوم الراندوم فاريشن معناها ان انا لو اخدت سامبل ودرستها هتديني نتيجه، عن لو خدت سامبل تانية ودرستها هتديني نتيجه مختلفه. في اختلاف دايما في نتائج السامبلز، مع ان كلهم من نفس البوبيوليشن وكلهم نفس السامبل سايز وكلهم عملت فيهم راندوم سامبلنج، اخدتهم بعشوائيه، بس برضو النتائج طلعت مختلفه. وهو ده الراندوم فاريشن او الانسرتينتي، لان انا مش متاكد. انا يا جماعه ما درستش كل البوبيوليشن او كل المجتمع، انا مجرد درست عينه صغيره من المجتمع. حلو جدا، اتمنى تكونوا فهمتوا لحد كده. تعالوا كده ننتقل دلوقتي مع بعض لجزئيه تانية. معلش احنا بنعيد ونزيد في موضوع السامبل والبوبيوليشن والكلام ده كله، لان هو فعلا مهم. لو انت فهمت الحاجات دي في البدايه، عايز اقول لك ان كل اللي جاي بالنسبه لك هيبقى لعب، وهتفهم قد ايه ان الاحصاء ممتعه. والله لا تستمتع بالاحصاء وبدراستها، هتحس ان انت وانت بتتعلم كده هتحس فعلا انك مرتاح، هتحس ان انت دماغك عاليه، دماغك بتشتغل. يبقى دلوقتي زي ما احنا اتفقنا، احنا قلنا ان عندنا البوبيوليشن او المجتمع هو تقريبا عباره عن 25000 عميل. وطبعا زي ما انتم عارفين احنا قلنا من الصعب دراسه الرقم ده كله، فاحنا هندرس بس
500 عميل. ال 500 عميل دول احنا بنسميهم سامبل او بنسميهم عينه. فبالتالي انا دلوقتي باخد سامبل او باخد عينه. طيب احنا ليه بناخد سامبل او ليه بناخد عينه من المجتمع؟ لان زي ما قلنا من الصعب جدا اني ادرس ال 25000 كلهم واحد واحد، فعلشان كده باخد عينه. طيب دلوقتي انا ايه هدفي من دراسه ال 500 دول؟ انا ليه هاخد دلوقتي ال 500 شخص عشان ادرسهم؟ هدفي هنا مش اني اعرف العينه وبس، انا هدفي الاكبر والاهم اني بستخدم العينه دي علشان احاول اني اقدر او احاول اني اتخيل بشكل علمي لو انا كنت درست المجتمع كله، لو انا كنت درست كل البوبيوليشن او كل ال 25000 كلها، كان يا ترى الرقم الحقيقي هيطلع كام؟ يعني نفترض دلوقتي ان نسبه رضا الكاستمرز عن تجربه التعامل معايا او تجربه الشراء والكلام ده كله، خلينا نقول ان هي 88%. دي النسبه اللي انا طلعت بيها لما درست السامبل او العينه. وبالمناسبه اي دراسه، اي حساب، اي عمليات بنعملها على السامبل او العينه بنسميها statistic معناها اي عمليه، سواء بقى انا عايز اعرف المتوسط، عايز اعرف مثلا الماكسيمم اكبر رقم معين، عايز اعرف المينيمم، عايز اعرف حاجه هناخدها اسمها الفاريانس او الستاندرد ديفيشن، عايز ادرس العينه، عايز اعرف حاجه عن العينه، عايز اعمل دراسه معينه على العينه. اي دراسه او اي حاجه بعملها على العينه بسميها زي ما قلنا كده statistic. يبقى رقم 88% اللي طلع لي اللي هو نسبه رضاء العملاء 88%، الرقم ده عباره عن statistic لان انا طلعت بالرقم ده لما درست السامبل، نتيجه دراستي للسامبل، يبقى ده اسمه statistic. ليه بقى انا بدرس السامبل او ليه بعمل statistic على السامبل؟ بعمل كل ده علشان احاول ان انا اقدر او اتخيل بشكل علمي لو انا كنت درست المجتمع كله او البوبيوليشن كله، يا ترى ايه الرقم اللي كان هيطلع لي؟ هل كان هيطلع لي 88% ولا اقل؟ الرقم اللي احنا بنحاول نقدره او بنحاول نتخيله احنا بنسميه حاجه اسمها بارامتر. يعني مثلا لو انا بسأل عن نسبة رضا العملاء، فالبارامتر هنا هو النسبة الحقيقية لرضا ال 25000 عميل، ده اللي هو البارامتر. لكن بما اني ما درستش كل ال 25000، انا بروح ادرس سامبل واحسب منها شويه ارقام اللي احنا بنسميها statistics. اروح احسب مثلا المتوسط، النسبه، اكبر قيمه، اصغر قيمه، الستاندرد ديفيشن، مش عارف ايه الحركات دي كلها، والارقام اللي بتطلع لي في المكان ده اللي احنا بنسميها statistic او سامبل statistics او الاحصاءات اللي بعملها على العينه. فانا باختصار بدرس السامبل واحسب منها شويه statistics علشان استخدمها في تقدير البارامتر اللي موجود عند البوبيوليشن. اتمنى تكون فهمت النقطه دي بشكل كويس جدا، لان ده اصلا هدفنا من الاحصاء. احنا بندرس السامبل او العينه. بندرس العينه ليه؟ لان احنا مش قادرين نجمع داتا او نجمع معلومات او نجمع بيانات عن كل المجتمع او كل البوبيوليشن، فاخدنا سامبل من البوبيوليشن وهنبدا ندرس السامبل ده علشان نقدر نقدر حاجه اسمها البارامتر. ايه هو البارامتر؟ البارامتر دي الحاجه اللي لو انا كنت درست البوبيوليشن كله كان هيطلع لي الرقم ده. ده الفرق ما بين البارامتر والستاتستيك والبوبيوليشن والسامبل والحوارات دي كلها. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، واتمنى يكون الفيديو كان خفيف عليكم وكان سهل وبسيط واستمتعتوا بالفيديو. وان شاء الله في الفيديوز اللي جايه هنبدا نكمل بقى الاحصاء بجد، نتكلم عن حاجات كتير هتحبوها ومواضيع كتير جدا هتكون ممتعه بالنسبه لكم ان شاء الله. في نهايه الفيديو ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتعملوا كومنت وتعملوا شير والحركات اللي انتم عارفينها دي كلها، لان ده فعلا بيساعد المحتوى ان يظهر لاكبر عدد من الناس. اشوفكم الحلقه الجايه يا باشمهندسين، مع السلامه.